تخيلوا معايا ملكة جميلة لدرجة إن العالم كله لحد النهاردة بيتكلم عن جمالها. لكن الغريب إن الملكة دي اختفت فجأة وكأنها اتبخرت. مين هي؟ هي الملكة نفرتيتي، الملكة الغامضة في تاريخ مصر القديمة. ومعنى اسم نفرتيتي في اللغة المصرية القديمة الجميلة أتت، أو لقد جاءت الجميلة. وكان اسمها بيعكس مكانتها وجمالها اللي اشتهرت بيه في التاريخ المصري القديم. وليها قصة مشهورة لأنها جمعت ما بين الجمال والسلطة والغموض. من أكتر من 3000 سنة نفرتيتي عاشت في عصر الأسرة المصرية ال18، ودي واحدة من أقوى عصور مصر القديمة في الدولة الحديثة. لكن رغم شهرة نفرتيتي الكبيرة محدش يعرف أصلها الحقيقي لحد دلوقتي، بس أغلب الآراء بتقول إنها أميرة مصرية. نفرتيتي اتجوزت ابن حتب الرابع اللي غير اسمه بعد ما بقى فرعون باسم أخناتون، وهو الفرعون اللي غير مصر كلها. أخناتون كان مختلف عن أي فرعون قبله لأنه قرر يسيب عبادة الآلهة الكتيرة ويعبد إله واحد بس اسمه أتون، إله الشمس. والغريب إن نفرتيتي ما كانتش مجرد زوجة ملك، لا دي كانت شريكة في الحكم. الرسومات القديمة كانت بتظهرها واقفة جنب فرعون بنفس القوة تقريبا، وده كان شيء نادر وقتها. وبسبب أفكار أخناتون الجديدة قرر هو ونفرتيتي يبنوا مدينة كاملة جديدة في الصحراء، مدينة اسمها أخيتاتون، واللي نعرفها دلوقتي باسم تل العمارنة. وهناك بدأت حياة مختلفة تماما. الرسومات بقت طبيعية أكتر، الملك والملكة ظهروا وهما بيلعبوا مع بناتهم وبيضحكوا وبيعيشوا حياة عائلية عادية، وده كان غريب جدا على الفن المصري القديم. لكن الحاجة اللي خلت نفرتيتي أسطورة فعلا هو جمالها المذهل. لما العلماء اكتشفوا تمثالها الشهير سنة 1912 العالم كله انبهر. الرقبة الطويلة، الملامح الهادية، والتاج الأزرق المميز. لكن فجأة اختفت نفرتيتي، اسمها اختفى من السجلات ومحدش عرف ايه اللي حصل لها. هل ماتت فجأة؟ هل اتعرضت لمؤامرة داخل القصر؟ ولا يمكن كانت قوية جدا لدرجة انها حكمت مصر بنفسها بعد اختفاء أخناتون؟ بعض المؤرخين بيعتقدوا ان نفرتيتي يمكن غيرت اسمها وحكمت كفرعون متخفي، لكن لحد النهاردة مفيش دليل مؤكد. والأغرب من كل ده إن مقبرة نفرتيتي الحقيقية لحد دلوقتي لسه ما تلاقيتش. يعني يمكن أسرار الملكة الغامضة لسه مدفونة تحت رمال مصر القديمة. يا ترى لو اكتشفوا مقبرة نفرتيتي في يوم من الأيام إيه السر اللي ممكن يغير التاريخ كله؟ تابعوا حكايات روبي عشان تعرفوا أسرار الحضارة المصرية وقصص التاريخ الغامضة، ونتقابل في حكاية جديدة مع ملكة جديدة من ملكات مصر القديمة.